طيب يا سيدي بص، لو انت من مستخدمين الايباد او من مستخدمين التابلت عامه او من المستخدمين اللي بتحتاج الكيبورد كتير، حتى لو من الموبايل بتاعك الشخصي وزهقت من الكتابه على الشاشه بتاعه الموبايل ومحتاج كيبورد وايرلس وسعره رخيص وامكانياته عاليه جدا، فالفيديو ده ليك. فيلا ندخل في الفيديو عشان ما اطولش عليك. تعالى. زي ما قلت لك في اول الفيديو، لو انت من مستخدمين الايباد او مستخدمين التابلت او مستخدمين الكتابه كتير ومحتاج كيبورد رخيص، ناس كتير كانت بتشتكي من اسعار الكيبورد بتاعت الايباد. تبص تلاقي جايب الايباد ب 20000 جنيه والكيبورد بتاعه من 12000 جنيه، وفي بعض الكيبوردز بتوصل ل 20000 و22000. كمان التابلتات، لو انت معاك تابلت سامسونج امكانياته عاليه وسعره حديث، برضو بتقدر ان انت توصل لسعر خزعبلي شويه في الكيبورد، وفي نفس الوقت بتكون عايز تجيب حاجه سعرها في المتناول وتقدر تشوف بيها شغلك. في كيبوردات كتير في السوق، انا تعبت عشان خاطر اجيب كيبورد للايباد بتاعي، وفي كيبوردات كتيره قوي قابلتها الماتيريال بتاعتها مش حلوه، سرعه الاستجابه بتاعتها مش احسن حاجه، خد بالك. بس اللي انا اكتشفته وسط وانا بدور الكيبورد ده، الكيبورد اللي انت شايفه قدامك ده عباره عن كيبورد فولدنج، يعني بيتني ويتفرد يبقى زي ما انت شايف كده، سهل جدا واستخداماته بسيطه جدا. والافضل حاجه فيه ان لو انت بتستخدم الكيبورد الزرار بتاعته اكليريك، مش الكاوتش اللي هي بتتمسح وبتتاكل مع الوقت. وفي نفس الوقت هتلاقي عندك هنا البادة لو انت بتستخدم الماوس الوايرلس، برضو فيها الماوس بتاعها سهلة وبسيطة، تنتها وقفلتها تقريبا صغيرة جدا قد كف ايدك، تقدر تحطها في شنطتك. هجرب لو انت الكيبورد دلوقتي وهوريك امكانياتها على الايباد الشخصي بتاعي، وفي الاخر اقول لك الكيبورد دي من شركة ايه وتجيبها ازاي، فخليك معايا. لو جيت بصيت هنا على الكيبورد هتلاقي عندك هنا زرار بيقول لك اون واوف، هتديله اون، وبعد كده هتلاقي اللمبه الزرقاء دي نورت. لو انت طبعا هو بيشحن تايب سي. الزرار ده بتاع الكونكت لو انت كنت عامل له اتصال باي جهاز تاني وبعد كده عايز تشغله. انا عشان طبعا معرفه عندي بالبلوتوث، هو بيتعرف بلوتوث، فهتلاقيه متعرف عندي على طول. مجرد ما هتحط ايدك على الباده كده، لو ركزت على الشاشه كده هتلاقي كل حاجه ظهرت لك. مثلا لو انا دخلت على الاعدادات هتلاقي الاعدادات زي ما انت شايف بالصباعين، اكنك بالظبط الناس اللي معاها ماك بوك الخاص بابل هتبقى فاهمه كل اللي انا بعمله. هتلاقي عندك هنا نفس الاختصارات بالظبط، اللي في ان بالهوم يروح خارج. لو دوسنا دبل كليك هتلاقي كل حاجه زي ما انتم شايفينها مفتوحه اهي، فيسبوك وكل حاجه. تعالى مثلا نجرب ان احنا نكتب وليكن نكتب نوت. نفتح مثلا النوت ونعمل مثلا نوت جديدة. دي لو انت هتكتب انجليش كل حاجة مسافة، انتر ينزلك على اللي بعديها، ديليت تمسح، تعمل كل حاجة دوسة طويلة. طبعا التعامل بتاعها بيبقى زي نفس التعامل بتاع الماك، بندوس مثلا كنترول مسافة بيتحول اللغة، نكتب السلام عليكم، انتر تنزل على اللي بعديها. انا مثلا اغير اللغه واعمل شيفت وايه احمد تربو زي ما انتم شايفين كده بالظبط. عايز تمسح بتمسح ديليت زي ما انا قلت لك. انا ما بستخدمش الايباد خالص بصباعي خالص، يعني هو بدوس اف ان وهوم. طيب لو انت مش معاك، لو السيستم بتاعك هتشغله على تابلت، فهنا انت عندك كليك يمين وكليك شمال برضو لو انت عايز تشغله على ويندوز. البيج بتاعتنا لو انت عايز تشغله على ويندوز عندك الكليك يمين والكليك شمال. طب انا خلصت بروح جاي قافله وطافي الباور بتاعه وخلاص. الكيبورد ده بيجي من شركه اسمها شركه جرين. انا جربت كيبوردات كتيره وكنت بدور بقالي فتره بصراحه عشان الاقي كيبورد بديل. الكيبورد الاصلي اللي هو الخاص بالايباد غالي جدا، بيقعد 60 يوم ستاند باي، يعني لو انت نسيته شغال وسيبته مثلا في الدولاب او في شنطه بيقعد 60 يوم. بحكم التجربه بتاعتي انا بجرب فيه دلوقتي بقالي 3 اسابيع، والله العظيم ما شحنتوش ولا مره. بطاريه قويه جدا فعلا، البطاريه بتاعته قويه جدا ومعاه ضمان من شركه جرين. دي كانت كل حاجه عن الكيبورد. يا رب ما اكونش بس انا ناسي حاجه من امكانياته الجباره اللي انا قلتها لك دي. وزي ما انا شرحت لك امكانياتها كده بالظبط، هي بتشتغل على اهم حاجه كانت بالنسبه لي الايباد والتابلت، وفي نفس الوقت تقدر تستخدمها مكان الكيبورد لو انت عندك كمبيوتر او لابتوب بيبقى بعيد شويه، نفسك تفرد ظهرك فمش الكيبورد بتاع اللاب بتاعك بعيد، هتقدر ان انت توصلها بالوايرلس وتتعامل بسلاسه. حتى لو انت بتكتب على الموبايلات زي ما انا قلت لك،
هتلاقي ده برضو بيفيدك. لو انت حطيت الموبايل بتاعك على ستاند هتقدر ان انت تكتب بكل سلاسه وبكل سهوله. طيب توصل للكيبورد ازاي؟ انا هسيب لك لينك لو انت على الفيسبوك، هسيبه لك في اول تعليق بكل تفاصيل الكيبورد دي. اما لو انت على اليوتيوب هسيب لك لينك هتلاقيه في الديسكريبشن. اما لو انت على التيك توك هتخش على البايو هتلاقي اللينكات عندك. خش على اللينك بتاع البيج بتاعت الصفحه او اللينك بتاعت القناه على اليوتيوب وتقدر توصل للكيبورد ده. يعني تابعني يا صديقي لو انت اول مره تشوفني. احنا بنعمل فيديوهات مقارنات بين موبايلات الايفون وموبايلات الفلاج شيب حول العالم. بنحاول بنسعى جدا ان احنا نجيب لك اماكن موثوق منها تقدر تقوم بيها بخدماتك التكنولوجيه، سواء كانت موبايلات او كمبيوتر بي سي او لابتوب او ما شابه ذلك. تابعني على الفيسبوك بيج احمد_تربو، بنجيب عليها عروض جميله زي ما انت شايف اهو. بنحاول نخدمكم على قد ما نقدر. اي استفسار بخدمات السوق والاسعار والمبيعات هتلاقيها على موبايل تربو. تابع البيج دي برضه هتفيدك. حابب تشوف فيديوهاتي منسقه تحت بعضيها بعناوينها، واول منصه بتنزل عليها الفيديوهات الخاصه بيا هتلاقيها على اليوتيوب تشانل احمد تربو. اتمنى ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجي لك كل جديد. استنى رسالك على الانستجرام، واعذرني لو بطول في الرد عليك، ضغط رسائل مش اكتر والله. كان معاك احمد تربو، سلام عليكم.